السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الساحل الشمالي، الساحل الطيب الجميل الطيب. أنا كده مشلول بس اي حد يبالك حاجه على الشط اشتريها من غير ما تلوكلوك. اجروا بقى اجروا. أنا مش في الكلام ده. اقفل طعمه عامل زي مرقه الدجاج. بوليكاتا عايز ايه يالا؟ يا نهار أبيض. حلقة النهارده هنعملها طبعا مع استضافة الشيف العظيم محمد حازم، ومش بس كده، هنعمل اكل ونطلع بيه على البحر في الساحل الطيب. احنا بس بدأنا اليوم يا جدعان، بدأنا اليوم ان حازم عامل لنا طبق بيض اصيل مصري خطير بالسجق البقالي. مش اصيل مصري قوي. هو بروماكس. ايوه بالسمنه بالسمنه والزبده والزيت. نزلنا بالبيض، نزلنا عليه جبنه كتير قوي. واحلى طبق بيض تاكله في حياتك. ده افتتاح اليوم النهارده. هنبدا بقى نظبط الحاجه اللي نطلع بيها على البحر، فتعيشوا معانا بقى الجو ده. يلا بينا. ايه اهم اكله مرتبطه بالمصيف بشكل عام؟ المكرونه البانيه. بس خلاص كده. مكرونه البانيه. المكرونه والبانيه. فاحنا هنبدا الاول بقى احنا هنقلي البانيه. تفتكر اصلا ليه الاكله دي انتشرت جدا في المصيف؟ سهله وسريعه ومحببه الى قلوب بس الاطفال. يعني ناكلها في البيت وناكلها هنا. هي خلاص بقى يا جدعان. انت دلوقتي برضه ايه، ست البيت دي ليها برضه فاهم، يعني ليها حق علينا. جايه ده مصيف كده. وتعبانه وبتاع. في السريع. مش هتعمل بقى طب صينيه بطاطس بالعكاوي، فاهم؟ انتوا تحبوها تاكلوها بالمكرونه البانيه، ولا تحبوا تاكلوا البانيه سندوتشات؟ انا احب سندوتشات. مكرونه سباكيتي وبانيه وبطاطس محمره. ده بص ده بص الكومبو. محمره، مش محمره. معلش بقى المره الجايه. احنا عاملين بتاع 90 وصفه النهارده. احنا النهارده هنعمل كذا حاجه، في منهم حاجات سهله شويه، في حاجات منهم هنجربها معاكم. خلاص كده تمام. انه لون البانيه الذهبي. الله. بص الجمال. الله. هنكمل قلي بانيه وندخل بقى على المكرونه. يلا بينا. بعد البانيه بقى هنعمل الصلصه، او نعمل مكرونه الصلصه، صلصه المكرونه. صلصه المكرونه هنعمل شويه زيت عليهم شويه ميه صغيرين. ايه ده؟ عايز تولع في الناس؟ انا اول مره اعرف ان الصلصه تعمل كده اصلا. ايوه انت لازم بيز يعني تعمل عليه بيبقى الصلصه. بصل قد ايه تقريبا؟ يعني دي حوالي بصله كبيره تقريبا. هاتي هنخلص عليها، هنجيب اخرها، بسم الله. هنقطعها. اول حاجه هننزل بالبصل. اهو. جميل والله يا حازم، ايه هذا؟ انا بعشق لما البصل بيتحمر، يا سلام، بيغسلني من جوه. عايز تقتله، ها؟ ولازم تسيبه لحد ما يحمر، فاحنا هنستنى عليه شويه. ده اللي انا محتاجه. اصل لو شويه انت دول اللي انت المفروض هتحط عليهم افكت واحنا بنتكلم. حازم بدات تحمر، ممكن اكمل؟ مفيش غتاتها يعني. يعني ايه تكمل؟ عايز انا اعمل انا بعد ما حمرنا البصل ندخل بالثوم. ممكن احمر. بص احمر اهو. ممكن استلم. اتفضل. دي توميتين، 3 فصوص. الله على الريحه. الله على الريحه فعلا. احنا كل ده لسه ما عملناش الصلصه، كل ده بس الصلصه. الله، ده حلاوه فعلا. حاجه اسمها طماطم كونكاسيه، دي بتبقى طماطم مسلوقه تمام ومتشال الجلد بتاعها. كونكاسيه. كونكاسيه. اقلب كله كونكاسيه. كله كونكاسيه. كله كونكاسيه. اوبا، دي كونكاسيه خالص. واضح هاكل بس، يعني واضح انا مش هفضل اعلق كده على الاكل وهقعد مش هعمل حاجه. حط بقى صلصه معلقتين. اجروا بقى اجروا. في ايه؟ ابتدي في ايه؟ ابتدي هتبدا تشبك. طب ليه بس كده؟ اعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ لا انا نطيت عليها خلاص بهزر. احنا بقى هننزل بالمكرونه على كل ده. احنا جبنا ريحان كمان. الريحان ده بقى يعني اوبشن، يعني مش اساسي. الريحان ده يا جدعان اللي ما بيجيبوش ما يفهمش في الصلصه. هات اهم حاجه تنزل بالورق بالعيدان، اهم حاجه عيدان. لا بنقطف العيدان. اديني بقى كام عود وانت كام عود ونقعد نقطف ونرمي. ماشي. قطفه كده. كده تحط كامله. يعني بننزل بعدين ما بيفهمش. انزل بالورق بس. كام ورقه يا حازم؟ يعني ادي كام واحده كده. هل ده مصري اصيل ولا ده كده ايطالي؟ يعني بقى كده ما بقاش مصري اصيل قوي يعني. احنا بنلعب كده، بنعمل شويه حركات. حط كمان. ننزل كمان. انزل هي دي هتدوب. ايوه هيبقى بقى كانك حاطط ايه بقى؟ فلفل. حتت صغنططه كده. دلوقتي هنجيب ميه المكرونه. ليه بقى؟ دي ميه سلق المكرونه دي بيبقى فيها نزل فيها نشا المكرونه، بتتقل الصوص كده، بتخليه حلو. ماشي. هنحط حاجه بسيطه بس. ما شاء الله كده الصوص يتقل الصوص. يعني بيبقى قوامه احلى. ولو لاحظت هتلاقي بص الريحان بقى خلاص كانه فاهم حتت صغيره. حاسس قلبت على الكشري. بيكش. لا كشري ازاي بس؟ ده الريحان مغطي على الكشري. انت جاي تبوظ الحلقه يا ابني. حازم راح يجيب حاجه من المطبخ مش لاقيها، ان هو واضح ان الوصفه صعبه عليه شويه. هتعمل ايه دلوقتي؟ هننزل ملح وفلفل وزعتر في ان واحد. ملح وفلفل وزعتر. هي كده فعلا بعدت عن الكشري خالص. يا ابني بس بجد الريحان والزعتر فرقوا عن الكشري. طب ممكن نعمل كشري كده اصلا بالريحان والزعتر. والله يبقى تحفه، نسميه الكشري الايطالي. الكشرينتي.
ما شاء الله. شويه بقى مكرونه سباجيتي مسلوقه، فش انت بتعمله تحت. وننزل بالمكرونه الاسباجيتي. انت خايف تتدلق صح؟ بشويش. اوبا اوبا حزومه. ما ينفعش تعمل كده على فكره. حقك. بسم الله ما شاء الله. حازم عمل لنا احلى مكرونه سباجيتي في الساحل الطيب. اما لو انت كنت عاملها في الساحل الشرير كنت عملت فينا ايه؟ يعني انت مستعمل كل الانجريدينتس اللي بره الطيب. انت بتعمل يلا. ايه ده؟ يلا ايه؟ يلا. يلا ايه؟ بسم الله. اوبا. حازم يا لهوي. حازم كده انت قلبتها تمام كده يا باشا احلى مكرونه هتاكلها في الساحل الطيب. ايه اللي خلى الموضوع شرير؟ شويه ريحان وشويه زعتر. فكر فيها كده. فكر فيها. ايه الحاجه اللي احنا حطيناها ايوه موجودين يا عم في اي حته؟ والمكرونه المتقشره. ايه المكرونه المتقشره دي؟ الطماطم دي. الطماطم انت متقشره. عارف الطماطم دي ممكن تعملها في البيت؟ هتحط تقشر. شويه طماطم في ميه مغليه، تسلقها، تشيل القشره اللي عليها وتشيل البذر. شفت بقى؟ بسيط. احنا جبناها معلبه عشان ننجز، عشان احنا في الساحل. ان هي كده عاديه. عاديه جدا. كده احنا جاهزين. نطلع الشط يعني. يلا بينا. لسه مش هنجهز حاجات تانية. لسه في منجز. انت اتحمست ليه؟ ولسه ما نقومش على الحاله اللي جوه. ايه؟ انت شكلك تعبت. لا والله شكلك تعبت مني. تعبت. انت عايز تقعد. انت لسه هندخل دلوقتي بقى. تاني حاجه عايزين نوريها لكم. حاجه بقى نحلي بقى، يعني حاجه نجهزها للحاله. دي كده جاهزه. هنكيسها عشان نطلع بيها على البحر. تاني حاجه عايزين نعملها هي ترند المانجا. احنا جبنا مانجا نعومي، وممكن تجيبوا كمان زبديه عادي عشان تعملوا بيها الترند ده. هتعرف نعملها ازاي؟ ان شاء الله باذن الله. تفضل. جبنا سكينه وجبنا قشاره، جبنا كل حاجه. هتستعمل ايه؟ قشاره. ماشي. بصوا ما تجيبوا ستيكس كده، عارفين بتاعت الشيش طاووق. ناخدها كده. بص اهو. هتعملها على طول كده. ماشي. كل واحد يمسك. انت عارف عايزين نعمل ايه اصلا؟ مش عارف. الترند اللي هو الورده. الورد. كل واحد بقى يساهم مهارته في التقشير. هو جايب القشاره وانا جايب السكينه. السكينه بوحه دي جبتها منين دي؟ عدينا من زمان هنا والله. والله؟ والله. طب تعرفوا؟ بوحه؟ يا ابني دي كبيره قوي، جبتها ازاي دي؟ ما تهدرش يا حازم، انت بتهدر كتير قوي. بهدر دكتوراه. اوف. انا اسف. اوف يا جدعان. اوف. احنا كده المفروض نروح دلوقتي. حازم ما تهدرش. عارف ليه؟ عشان انا بهدر ماجستير. دي احلى على فكره من بتاعتي. يا جماعه حازم بيتضايق لما انا بقلش على طبخه. بحس بقلش على ابنه مثلا ولا حاجه. اقول لهم متضايق من ايه؟ متضايق عشان قلت عصرت صوص كشري. صوص كشري زي صوص مكرونه سباجيتي. تجيبها ب 300 جنيه من على الشط ولا؟ 300 جنيه يا عم، ده بيقول لك 75 جنيه باين. دي من سنتين. ب 300 جنيه فعلا. انا سمعت ارقام كتير الصراحه، بس مش عارف بقى ايه الصح. يعني تستاهل نقعد نعمل كده ولا لما نجربها تعرف؟ اسكت. انا مركز والله. بس انت كده بالقشره. لما كنت عملت بالسكينه زي كنت عملت ايه؟ انا اللي ما اقدرش. انا خايف اتعور والله. عمرو تعرف تدخل على البذره. الموضوع صعب يا جدعان، محتاج حيله. بقول لك انا اجيبها ب 300 جنيه على الشط. بس على فكره ذكاء منهم الصراحه. هو الشط اصلا الناس تبقى قاعده على الشط عايزه تاكل اي حاجه سهله وسريعه. اي واحد جايب لك منجايه حلوه ساقعه. هي ساعه اصلا بس كده. خلصت قال لك يا حزم. شكلها جميل. حلوه جميله والله. ناخد بقى عصايه كده وعصايه كده، نعملها باتنين. الله اكبر. شايف؟ وبعدين هنعمل ايه ده؟ هنعمل بقى هنعمل يا ابني هنعمل الورده. اعمل الورده. دي في الحديقه السريه. ايه رايك؟ باين انها ورده؟ باينه جدا. بقول لك ايه؟ ورده بشوك. ما باخدهاش ب 12 جنيه والله. اقسم بالله باخدها ب 12 جنيه. طب انا قصدي فعلا دي فكره حلوه. الله. والله. ليه الورد؟ ليه التعب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص ايه جوه ده؟ ايه ده؟ بذرة ايه؟ استغفر الله. ده شطان ده ولا ايه؟ ده شطان يالا. اوف. ده في شطان جوه المانجا. ايه ده؟ مش شوف الكلام ده. حول ولا قوه الا بالله. انت بتاكلها؟ ما طلعليش شطان. اذا خطه المانجا فشلت. دي المصداقيه. احنا كنا ممكن نجيب 2 من على الشط ونقول لكم ان احنا نجحنا فيها، بس احنا فشلنا فيها. ما تكدبش. ايه؟ مفيش حد هنا في الشط بيبيعها. انت في الساحل الطيب ما تكدبش. هنطلع دلوقتي على البحر عشان ناكل. يلا بينا. ثالث حاجه عايزين نعملها هو ترند البطيخ المبشور. يعني بص انا احنا عشان ترند البطيخ المبشور. احنا بص احنا ايه المقتول. ترند البطيخ المقتول. عشان نجيب الحاجات دي هنا عملنا افلام. احنا جبنا بطيخ قطعناه وفرزناه ليله كامله وفرزناه في الفريزر عشان نبشره في حاجه ويبان في الاخر حاجه حلوه. يعني واي كانه ايس كريم. كانه ايس كريم مبشور. واي كاننا يعني زباين عاديين. نجرب حاجه كده. اتفضل. يعني نجرب حاجه كده. ادخل يا مصور. يعني ربنا يستر. يا مصور. في حاجه نزلت بعد كل اللي احنا فيه ده. في حاجه. هو ده في الاخر نزل. نعملها في الاكبر شويه. نعملها في الاكبر ده. جرب كده. لا بص تقريبا الاصغر، بس استنى. شكلها مقزز جدا.
امسك يا حازم. حازم انت تعبت؟ ايه؟ تعبت ولا ايه؟ مش حمل فشل تاني النهارده. الله عليك يا حزوم، مفيش حاجه بتنزل. اهو اهو ايه؟ أهو. طب اقول لك على حاجه حلوه. صباح الجمال يا عمور. الله يكرمك والله صباح الجمال يا العظيم. عمور والله. ولا ترند الطريق البطيخ ولا حاجه. الله والله خطيره وهي فروزن كده. اوف. هي عجباك ولا من غير بوليس ولا ايه؟ ده الشل. سعاوي ليه حازم كده؟ احنا جايين بدري عشان الشمس هتاكلنا. انا مش شايف قدامي. انا عايز اجرب بس حاجه. احنا وصلنا المرحله دي، احنا جبنا شوك بلاستيك. شويه بطيخ زي العسل والله ثانية، العظيم. عايز اجرب دي. جربها. بعد ما مبشوره اهي. شايفها؟ حلوه. بسم الله. يرحمكم الله. حلوه والله حلوه. جرب حبيبي. ياه بقول لك ايه؟ ايه؟ لا حكايه والبطيخ هو مبشور. بيضحك عليكم. انت يعني كنت بتعمل ايه؟ يستاهل؟ وتاكل بطيخ تبقى باين عليه وخلاص بدل منظره بالفيديوهات. بص هو مفيش حاجه في الدنيا تستاهل، خلينا متفقين. ماشي. الحمد لله. طبعا الفيديو ده يعني نوع من انواع الايضاح. اي حد يبيع لك حاجه على الشط ايا كان سعرها اشتريها من غير ما تلوكلوك كتير. ناقصين وجع دماغ والله. هي الفكره ان اللي بيعدوا في الساحل الطيب غالبا الجماعه اللي هم اللي متهجرين اللي بيبيعوا جمبري دول، جمبري ني دول بس. الا ما حد عدى علينا بمنجايه ولا ما اعرفش BRGR. هو بتاع فريسكا بيعدي كل 5 ساعات. ده اذا جه يعني. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين ننجح. في واحده تنجح ان شاء الله. ان شاء الله. في واحده ناجحه اوريدي. في واحده نجحت. في واحده هي هتنجح بالعافيه. يلا بينا. لان يعني نعملها؟ اكتر ترند مكلف في الصيف. ده بقى الترند اللي كان نفسي اجربه من زمان قوي. ايوه. انا حبيت اعمل 3 ترندات و2 بيزك. ترند العصير اللي في البتاع. ترند العصير اللي الحقيقه الترند ده بيتعمل في كولمانات اكبر من كده. بس انا لقيت عمرو داخل عليا يا ابني لا احنا في الساحل الطيب ما بنهدرش. ايوه صح احنا طيبين. ايوه فاحنا جبنا ده بس هنحط بقى فيه كل ما هذا وطب في الترندات. خد دي. بصوا اول حاجه التلج يا ابني. التلج الاول. ايوه نملى التلج عشان يبقى حاجه محترمه. جبنا تلج او تلجوا انتوا في الثلاجه. انا اصل في حد يعمل العبط ده. خلاص الناس كده هتجرب ورانا. حط يا اخويا التلج. بالنسبه للمصور اللي هناك اللي واخد كادر ابعد من التراك ده اصلا ده. يلا. لا ما انت هتنزلي عشان مش ناقصه. انت مش تفشلي. ماشي يا بس يخرب بيتك. اصبر بقى ماشي. هتظبط ان شاء الله. طب امسك. احنا حطينا تلج هنا شويه حلوين. ايوه امسك بقى خد. وننزل بقى عليه بالشعير بقى والصودا. المشروب الاناناسي مع المشروب الليمون نعناعي. الله يا سيدي. بص على الرغوه. بص يلا بينا. تيجي نشرب زي المره اللي فاتت. احنا مش هنعمل حاجه النهارده. خد بقى الحركات بقى اللي بيعملوها ايه الناس الهاي. يا ابني احنا في الطيب يا ابني. الناس الهاي الطيبين. احنا في الطيب دلوقتي. انا خد بقى اناناس واديك انت ليمون نعناع المره دي. ماشي. احنا نشرب بالرمل صح؟ بقى حلو بالرمل. وادي واحد كمان. يلا يا باشا بسم الله. جميل. اشربوه كده احسن. يلا. الله. احنا محتاجين نستحمى بعد اللي عملناه ده. يا باشا ما في بحر اهو ننط فيه وخلاص. تمام. خد بقى انت اناناس وانا اخد ليمون. خلاص بقى كفايه. طيب ماشي. ما شاء الله حلوه جدا. بص. هينزل بشرايح برتقال. شرائح البرتقاليه. كان في نحط ليمون لان برتقال مش ليمون. يعني احنا في الصيف دورنا على الليمون ما لقيناش بس لقينا برتقال. الحمد لله محصول صيفي. الله. خد شويه عشان ما يتقالش ان انا ايه. عندك ايه تاني؟ عندي عصير بالكشمش الاسود. بالكشمش الاسود. بالكشمش الاسود. يلا كشمش. هنكشمش. وفي عصير ميكس بيري. هنكشمش وهنمكس هنمشمش. يلا. حازم ده بلاش. بجد والله. دواني الكشمش كده. اقفل. طعمه عامل زي مرقه الدجاج. والله العظيم مش ناقصه والله. خلاص اذا هنستخدم الميكس بيري. ميكس بيري حلو. بنشكر الكشمش على وقفته معانا. الله والله عك ابن لذينه. وفي ريحه دي. شم ريحه. واو. البرتقال عامل ريحه جامده قوي. وهننزل بقى دلوقتي بشويه نعناع مبشور. النعناع مبشور ايه؟ شويه نعناع ايه؟ هننزل بشويه نعناع ايه؟ متقطف. مقطوف. مقطوف انت جايبه من على الشجره. وغرق يا باشا. غرق يا باشا. غرق. شايف كيف؟ يعني بيتهيألي كده كفايه قوي يعني. كفايه. ودي دول بقى نشرب بيهم شاي. هننزل بقى بميكس عنب. خلي بالك. ميكس رمل. ده ميكس توت مع كريز ده غالي جدا. بنحب نشكر الانتاج على حاولنا نشرره. بالظبط. وده ميكس نشرره. ميكس عنب اصفر مع اصفر على احمر. يلا بس خلي بالك ده عنب احمر بدون بذر غالي برضو عشان ايه؟ عشان نشرره. عشان الشهاده للمشاهدين. يلا انزل يا حزوم.
شررته؟ شررته جدا. حلو كده؟ حلو قوي. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه العك ده يا عم؟ احنا محتاجين بقى مشروب ليموني، وهننزل عليها بعصير ليموني، مشروب غازي ليموني. لا 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 لا، الريحه بقى عالمية. وصلت لمرحله جنونيه. عارف هنعمل ايه؟ محتاجه تقليبه، ما تهزرش. ما يا نفتح. افتح. واو. جبنا لكم بقى هذا السيرب المحترم، البلو كاراسو ده اللي هو بيحطوه على السانشاين والحاجات دي، اللي هو بيدي اللون الازرق. اللي احنا نسينا نحطه. والمخيطو نسينا نحطه، بس هنحطه دلوقتي. افتح لنا بقى. يلا يا باشا. معلش افتح لنا تاني. يلا. ده هيغير لونه؟ اوف يا مجنون يا مجنون. اقفل بقى وادينا تقليبه تانية. افتح بقى. تادا. الله اكبر الله اكبر، ظهر الحق. امسك شليمويه، هات شلمونه، كوبايتك، هات كوبايه. ادخل يا باشا. ادخل. اوه اوه، الله عليك يا عزوز. سوباب. سوبرب فعلا. وادخل انا كمان بسم الله. بقول لك ايه، لونه خطير خطير. واو. خد بقى العنبايه الجميله دي. الله. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ملوخيته. الله الله. جميل قوي. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. اوف 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 اوف. يا جدعان ده حوار. ده شوف اللون عامل ازاي اصلا، لونه مش منطقي اصلا. ده افرش عصير دقته في حياتي تقريبا. واقتصادي. بكام؟ يعني البتاعه دي لوحدها اصلا ب 329 جنيه. مستحيل. طيب تبقى في القلب يا عموره. ده ازاي ده؟ ما اعرفش. بس حسيت اني عايز اقول كده. ما طب احنا كنا لسه ما اكلناش. احنا طبخنا بس. نيجي للاكل بقى. ذبحت قبل. نيجي للاكل بقى. عاملين حاجه بقى مصريه اصيله ناكلها على البحر. عارفين دي ايه بقى هي؟ دي بقى اكبر اثبات ان احنا في الساحل الطيب فعلا، لان احنا لو في الساحل الشرير كان زماننا اترمينا رميه ترجعنا بعد القاهره مش القاهره. يلا بينا. انا كده مشلول بس قشطة. انا جائع. بوليكا بوليكا. عايز ايه؟ يلا ما تلفيني صباع محشي. روح يا ابني الله يسهل لك. لا اصل انا عايز محشي. اداء تمثيلي مبتذل جدا. محمد حازم عايز محشي. تعالى. حبيب قلبي. حبيبي يا اسطى. بعيدا عن مشهد التمثيل التعبان كده عملناه من شويه، اللي فيه اعلانات وفيه محتاجه تدريب كورس تمثيل محترم، فاحنا عملنا زي ما انتم شفتوا كده حله محشي ورق عنب. ايوه. اعتقد حازم ادى بدور رهيب جدا جدا في تمثيل على البين باج، وبيعمل فيها ست مش عارف انا. يلا بينا نروح. هنروح فين؟ نروح نقلب الحله. هنقلب الحله. يلا اقلب حله المحشي. امسك كويس. يلا 1 2 3. اوف. توا توا. ده ايه ده يا حازم ده؟ ورق عنب. ما شاء الله. حلو. بجد والله؟ قوي والله. على البحر؟ على البحر. وميزز ودبس رمان وليله زرقاء. الله الله. جميل قوي والله. خطير. الحمد لله. محشي ورق عنب على البحر، مصري اصيل. الحمد لله عرفنا نعمل حله محشي كامله، بس ما عرفناش نبشر البطيخه. الحمد لله. وفي اخر هذا الفيديو المتعب جدا حابين ندوق اول حاجه عملناها، وهي المكرونه البانيه، المكرونه الاسباجيتي بالبانيه مع البانيه اللي بصلصه الكشري بالظبط. بسم الله. الله. كشري مصري اصيل يعني بهزر. واو. بانيه والله بو بيرفكت بانيه. لا ينصح بعمل هذه كل الاشياء في يوم واحد. اعمل حاجه واحده بس ارجوك. حاجه واحده. يا مانجا يا عصير يا محشي يا مكرونه، مش عايزين فزلكه. بالظبط. وما تجيبوش شيف محترف عشان بيحط ريحات. شكرا. عايز تروح انت. حازم بصوا على كده ويبقى اخته بيا. والله العظيم كده. والله ابدا. يا كداب. والله العظيم انت تستاهل كل خير. يا كداب. اقسم بالله والله العظيم، واي حاجه بعملها معاك ببقى مبسوط. حبيبي والله حبيبي يا عزوم. بس كده اتمنى اكون حاولت انقل لكم بعض من التفاريح والتخاريف اللي موجوده في الساحل الشمالي بين الطيب والشرير، والطيب نحاول نشرره من البراندات والاكلات الجميله جدا وخروجه صحاب وعائله وجو لطيف وجميل، وهو بس عمال يهز راسه مش لاقي حاجه دلوقتي عايز يقفل. بس كده لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا ديسلايك وبلوك على لا ليه؟ ده الحلقه دي بالذات ارجوكم يا جماعه. الحلقه دي كنت اوصل اعلى لايكات الصراحه. تعبنا والله قوي والنبي. وسبسكرايب على جميع قنواتنا وعلى الانستجرام وعلى قول لهم يعملوا لي فولو على انستجرام يوصلوني مليون. والله قلت لهم كده ما بيسمعوش الكلام. ماشي. بس كده اتمنى تكونوا الحلقه انبسطت طبعا. انبسطت جدا. بس كده كان معكم عمرو شريف محمد حازم من قناه عمرو شريف من امام البحر الجميل سلام. طب ماشي انا هروح يبقى صحوني بقى.